لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. كيو موف. كيو موف تطبيق للتوصيل والنقل الشحنات بطريقة آمنة وسريعة. كيو موف للأسف الشديد مش متاح غير في الإمارات، بس مش متاح في كل المحافظات بتاعة الإمارات أو الولايات بتاعة الإمارات. تقدر عن طريق كيو موف ان انت توصل اي منتج، وتقدر تطلب في 10 ثواني زي ما هم كاتبين ان انت تطلب حد يوصلك المنتج، وفي نفس الوقت في مسافة قصيرة جدا برضو يوصلك للطلب المكان اللي انت عايزه بأرخص من 15 ل30%. وده طبعا عشان المنافسة وعشان هو لسه جديد فعايز يحط رجله قدام المنافسين فمخفض في الأسعار. كيوموف بيشجع أي حد سائق أو عنده شاحنة إن هو يسجل معاه، وكيوموف بيديله يعني فرق في الأجرة على أساس إن الناس دي تفضل موجودة معاه، عشان هو يحقق يعني ثقة العملاء عشان الناس تقدر تكمل معاه وتبقى وتستمر معاه. فطبعا اي حد في البداية كده بيبقى عايز يعني بيعمل دعاية، بيدفع مقدما عشان بعد كده يحصل بقى اللي هو جابه بعد ما الناس اعتمدت عليه وشافت ان هو تطبيق كويس وسهل وسريع وبيشتغل في العطلات. يعني طول السنة شغال توصيل طلبات، بيوصل في نفس اليوم. مش بيوصل هنا بيقولك قبول الطلب في 10 ثواني والوصول خلال 10 دقايق، هيوصل لك انت، لكن هيوديلك الحاجة بقى فين يعني، او هيوصلك على الساعة كام دي لسه مش معروفة. طبعا بيقولك متوفر 7 ساعات في الأربعة 7 أيام في ال24 ساعة طوال العام بما في ذلك العطلات الرسمية. فطبعا يعني حاجة ممتازة جدا لما يبقى انت عندك طلبية وعايز تسلمها يوم العيد، تاني يوم العيد، كل دوت هيفرق معاك جدا في الشغل وفي الشحن في النقل في المصاريف. فكيومو بيوفر لك كل دوت ولسه تطبيق جديد، وانت بقى لو عايز تجرب فعلا وتاخد تجربة كويسة وتاخد سعر مناسب جرب في البداية. زيه زي اي منتج ممكن تشتريه جديد، تكييف جديد عربية جديدة، اول ما انتاج من العربية او من التكييف تلاقي الانتاج الاول دايما جيد جدا. عايز يحقق اسم، عايز يثبت، عايز يرسخ لدى العميل ان هو كويس جدا، فتلاقيه في البداية بيبقى دايما ايه شادد حلو قوي يعني. بعد كده بقى ممكن اقولك ان هو ممكن يستهبل، ممكن يقللوا في الخامات في الجودة. طبعا دي خدمة برضو، بس ممكن الاسعار بتاعتها تختلف مع الوقت. زيه زي دوبيزل. دوبيزل برضو تطبيق اماراتي بدأ كان الاول اسمه اوليكس وبعد كده بقى دوبيزل. بدأ كان كله مجاني والاعلانات مجانية في التطبيق كله، لكن بعد كده بقى كله بفلوس. فده برضه بنفس النظام محمله 100,000 مستخدم، تقييماته كويسة جدا جدا، مشوفتش تطبيق تقييماته عالية بالمنظر دوت. مفيش ولا واحد اشتكى من التطبيق خالص. كل الاوفرات او كل النقلات اللي اتعملت بتبقى مترتبة، معروف ان النقلة دي كانت يوم كذا وفيها كذا وفيها كذا. يعني اللي برضه عايز يسهل على نفسه الحسابات ويسهل على نفسه المصاريف ويعد ويعرف كل حاجة، فالتطبيق سهل جدا وبسيط. لو ما كنتش عارف تطبيق قبل كده وعرفت من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب. لينك التطبيق اسيبهولك في الديسكريبشن.